كل يوم ست البيت تقول انا هطبخ النهارده، واحترنا جدا، كلنا احترنا بجد. تعالي بقى بقولك يا قمر، بحبيتين من البطاطس هنعمل النهارده اكله مميزه جدا وسهله وبسيطه. اتمنى ان انت تطولي معايا في الفيديو، علشان بجد والله العظيم انا يعني بعمل الفيديو بحب، واتمنى يا رب ينال اعجابكم. يا ريت تقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. اول حاجه معايا طاسة سخنة جدا، بحط فيها زيت وبشوح فيها الأول معلقة كبيرة من الزعتر على الروزماري المجفف. أول ما شوحتهم معايا حطيت عندي البطاطس المتقطعة، دول حبيتين بطاطس كبار يا جماعة، أنا مقطعاهم عندي مكعبات بالشكل ده. المطلوب مني دلوقتي إن أنا أحمرهم دلوقتي مع 5 فصوص من الثوم. دي أول خطوة، الخطوة دي مهمة جدا وهي الأساس النهاردة للأكلة بتاعتنا معايا ما شاء الله. هحمرهم معايا لما يوصل للون الذهبي معايا البطاطس وتتحمر وهتبقى جميلة جدا. تعالوا بقى شوفوا البطاطس معايا بعد ما اتحمرت، شايفين اللون؟ هبدأ دلوقتي بقى ايه، اطلع دلوقتي البطاطس المحمرة معايا بالشكل ده. هطلعها دلوقتي في طبق عندي على الرخامة علشان هشتغل عندي في نفس الطاسة. شايفين بقى ريحة الثوم مع الزعتر مع الروزماري؟ لو عندك ريحان مجفف هيبقى ممتاز جدا جدا، اللهم بارك. هنا بقى شلت عندي البطاطس بعد ما اتحمرت، في نفس الزيت بحط عندي بصلتين صغيرين متقطعين زي ما حضراتكم كده شايفينهم. هبدأ اشوحهم دلوقتي مع كده الزيت كده بالصوص الخطير ده، اللهم بارك. وهزود كمان شوية من الزيت وعندي رشة من الملح علشان تسرع طبعا في التشويح معايا البصلة، اللهم بارك. ودي أول خطوة يا جماعة في طريقة الصوص معايا النهاردة، مميزة جدا ما شاء الله. أسيبها بقى عندي النار عالية جدا، اللهم بارك. ادي شايفين بالشكل ده. بعد كده بقى بعد ما اتشوحت معايا نص تشويحة معايا، بروح حاطة عندي 3 معالق كبار من صلصة الطماطم. شايفين يا جماعة؟ ادي بسيطة جدا، والصلصة طبعا متوفرة في كل بيت. بروح مقلباهم عندي بالشكل ده. شايفين النار عالية يا جماعة، انا معلية النار جدا ما شاء الله. هديها بقى تشويحة كويس جدا، بس الاول بحط عندي مقدار معلقة صغيرة من البابريكا معايا كمان، وهقلبهم كلهم مع بعض بالشكل ده، اللهم بارك. شايفين بقى ايه الجمال؟ وبعد كده بروح جايبة عندي 3 حبايات صغيرين من الطماطم، قطعتهم عندي مكعبات صغيرة. شايفين بقى؟ ولا تستخدمي طماطم كتير ولا تجيبي اي حاجة خالص غالية، لا تعالي بقى هنا بأقل التكاليف هنعمل احلى الوصفات معايا في الفيديوهات، هتبقى خطيرة جدا. بديها بقى عندي رشة كده من الفلفل الاسمر كمان صغيرة، ورشة كمان صغيرة من الكمون، وهظبط عندي كمان شوية كده من الملح، وهتأكد دلوقتي من الملح بس مش دلوقتي خالص، في آخر الخطوة معايا. تعالوا بقى هنا حطيت عندي مقدار معلقتين كبار من الصويا صوص يا جماعة. دي خطوتنا المهمة النهاردة. بتجيبي عندك من السوبر ماركت، بيبقى جميل جدا لأي وصفة معاكي، بيبقى مميز جدا. هنا بقى حطيت عندي مقدار معلقتين كبار من الصويا صوص، وهقلبهم كلهم كده مع بعض بالشكل ده. اشوحهم، اهم حاجة تشوحيهم كويس جدا معاكي على النار. وبروح بقى عندك مية سخنة، مية عادية خالص، انا حطيت مية عادية خالص يا جماعة، مقدار 3 كوبايات، عندي مقدار كوباية الشاي العادية خالص، اللهم بارك. وبسيبها تغلي بقى ايه عندي كده على البوتاجاز. لازم اهم حاجة تسيبيها تغلي تماما، وهنشوف دلوقتي مقدار الملح معايا مظبوط ولا لا. هنا بقى بجيب عندي كوباية صغيرة من الرز، غسلتها ونقعتها لمدة ساعة معايا، وبعد كده صفيتها عندي وغسلتها تاني. بحطها عندي في الصينية بالشكل ده بدون بقى زيت ولا اي حاجة خالص. بحط عليها بقى البطاطس بالشكل ده وبقلبهم كلهم مع بعض، اللهم بارك. ليه بقى يا جماعة؟ قولوا لي بقى في التعليقات ليه احنا حمرنا البطاطس ما شاء الله. شايفين بقى والله طعمها بجد خطير جدا. ويا ريت تقولوا لي في التعليقات ليه احنا حمرنا اول خطوة البطاطس الاول. تعالوا بقى نشوف عندنا الصوص اول ما غلى بالشكل ده. شايفين لون الصوص يا جماعة؟ والله بجد ريحته رهيبة ولونه خطير ما شاء الله، وطعمه مميز جدا. هنا بقى ظبطت عندي الملح. ليه؟
علشان الصويا صوص معايا بيبقى مملح جدا، علشان كده لازم أهم حاجة آخر خطوة معاكي هي الملح تحطيه. هنا بقى هرجع أدوق تاني، وحطيت كمان رشة من الفلفل الأسمر ورشة صغيرة جدا من الكمون. بقلبهم بقى كده مع بعض، وبعد كده هنزل بقى بالصوص الخطير ده معايا بقى على الرز كده بالبطاطس ما شاء الله. ولو احتاج مية هزود مية سخنة عادي، مفيش أي مشكلة خالص. تعالوا بقى هنا بقى قلبناه كله كده مع بعض، وادي بقى عقد الرز معايا مظبوط جدا، بدون بقى ما تجيبي ورق فويل ولا تكلفي نفسك ولا اي حاجة خالص. هنحطها في الفرن زي ما هي كده في الرف الأوسط معايا على درجة حرارة 200، ربع ساعة واحدة هتلاقيها استوت معاكي مميزة جدا. شايفين بقى ما شاء الله صينية بجد رهيبة جدا وما خدتش أي وقت خالص، والبطاطس كمان مستوية ومش مهرية معايا، وكمان شوية كده من الرز يا جماعة. والله بجد الصوص مدي الصينية طعم مميز جدا، وطعم احنا بجد مش كلناه قبل كده بسبب الصويا صوص معايا. أتمنى تقولوا رأيكم ايه في التعليقات، وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أتمنى من حضراتكم تتابعوني على محتواي البسيط والمتواضع على قناتي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.